مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في نظام كده احنا بدأنا نعمله جديد، اللي هو بنعود الكلب ان مفيش حد يلمسه، ولما بيجي حد ياخد الكلب بتاعه بننصحه ان هو يعمل الحركه دي. يعني بالعربي كده اسمها عمليه فقدان ثقه من ناحيه الناس كلها. عمليه فقدان الثقه دي كل فكرتها ان انت بتعود الكلب محدش يلمسك غير صاحبك، محدش يحط ايده عليك غير صاحبك. طيب بنعملها ازاي؟ اول حاجه بنربط الكلب بتاعي بالشكل اللي احنا شايفينه زي الكلب ماكس ده، وبنلبسه كمامه. الكلب هادي اساسا، ما بيعملش حاجه، خواف جدا. بس احنا بنلعب لعبه كده مع الرجاله اللي شغاله معانا، وهنلعبها مع الناس اللي في الشارع او اي حد بيشارك معايا ان هو يدرب لي الكلب بتاعي. بنلبس الكلب كمامه، والفكره دي يا جماعه لو عملتوها مع كلابكم صدقني هتوصل لمرحله ان كلبك ممنوع حد يلمسه، وكلبك ممنوع حد يمسك الليش بتاعه. بس لو ركزت معايا هتتعلم. ولو انت شايف ان انت بتستفاد من الفيديو ده هقول لك تعمل ايه، واكتب لي في كومنت، لان في الفتره اللي جايه دي كل الحلقات اللي احنا بننزلها سواء توعيه سواء تربيه سواء بتعلم كلبك ازاي يكون شرس، ازاي كلبك يحرس مكانه، ازاي مفيش اي حد يجي من بره يحل كلبك. اغلب مربين الكلاب في مصر في الفتره الاخيره سمعنا كلمه بتتردد في ودنا كتير: لو راجل حل الكلب. وتدفع كام لو حلت لك كلبك؟ تدفع كام لو خدته ومشيت؟ وتدفع كام لو مسكت سلسلته؟ وتدفع كام وتدفع كام وتدفع كام؟ والكلام ده ما بنسمعوش غير في مصر بس. اغلب البلاد او اغلب الدول ما بتحبش تدرب الكلب شراسه، وما بيدوروش على غريزه الافتراس. كل الناس بتدور على غريزه ان الكلب صديق، لكن في مصر بنستعمل الكلب لغرض الحراسه، لان احنا مهتمين بالدين الاسلامي شويه، او عارفين ان مصر دوله اسلاميه، فاغلب الناس اللي بتربي كلاب بتستعمله للحراسه. انما الدول التانيه ما عندهمش الاسلام قوي، فعشان كده بيستعملوا الكلب كصديق في البيت مش اكتر. فلما يجوا الاجانب بيشوفوا الفيديوهات بتاعتنا بيفكروا ان احنا بنعمل حاجه اسمها عدوانيه، وللاسف ان هم ما بيرجحوش الكلام ده او ما بيشجعوش الموضوع ده، لان احنا بنستعمل الكلب او بندربه لغريزه الحراسه والشراسه، تمام، والكلب يكون شرس ويكون قوي شخصيه في مكانه. لكن الاجانب ما عندهمش الفكره دي، لما بيشوفوا الفيديوهات بتاعتنا بيقولوا لا انتوا عدوانيين وانتوا طبعكم وحش يا مصريين. بس لا، احنا بنستعمل الكلب في المبدأ ده لغرض الحراسه، وغرض ان احنا بنحطه في اماكن يحرسها، ولازم كلب يكون شرس، لو مش شرس عمره ما هيحرس. طب لو انا جايب كلب كيوت وحطه في مكان حراسه في جراج او حاجه زي كده، يبقى بعد كده هيعمل ايه؟ طبعا استحاله عمره ما هيحرس المكان لو مش شرس. يلا بينا دلوقتي هنعلمك عشان ما نطولش عليكم ازاي نخلي الكلب بتاعي ما حدش يلمس سلسلته ولا حد يجي جنبه. بس ماكس عيب. اول حاجه بتلبس كلبك كمامه، وتتاكد ان الكمامه كويسه ما تقعش من وش الكلب، وبتيجي مع الرجاله بتاعتك كده وهتعمل زي ما احنا هنعمل بالظبط. يلا رجاله. ماكس عرف الكلب ان هو كلبك، حسسه ان هو بتاعك، تخش عليه تعد في سرك لحد 5، طبطب عليه عادي خالص وايدك عليه، طلع عمليه غدر من عندك. خش اللي بعده. اهم شيء في الحاله دي ان ما تخليش الكلب يلمسك بالكمامه. معنى ان الكلب يلمسك بالكمامه ويلمس ايدك يبقى معناه ان هو عضك. لو قررت الموضوع ده بعد ما يلمسك يبقى انت كده بتوصل للكلب صوره ان الكلب العضه بتاعته ما بتاذيش ولا بتعمل حاجه. شوفوا هنا بيبدا الكلب هيبدا يدافع عن نفسه، طبطب عليه، يجي من صدره، ايوه كده. ليها لقطه كده ان انت بتعرف الكلب ان في غدر. طبطب عليه، هاتوا سكه، هاتوا سكه. لو دخل عليك بالكمامه، ايوه كده، ايوه كده، جدع. ماكس لازم يعرف ان في اعداء ومش اي حد يا ماكس يلمسك. برافو. ماكس لازم يقتنع ان مش اي حد يلمسه يا جماعه. وطبعا الموضوع بتاع ماكس ده ما بياخدش يوم ولا يومين. طبعا الكلب دلوقتي بيستغرب من ايه اللي بيحصل. الموضوع ده ما بياخدش يوم ولا يومين، ممكن ياخد اسبوع، اسبوعين، شهر كمان، لحد الكلب ما يقتنع ان ممنوع حد يلمس جسمه ولا يحط ايده عليه. زي ما احنا شايفين هنا بيبدا خلاص ياخد وضعيه الاستعداد. شايفين بيبدا يهدد بوشه اهو. ايوه بالراحه كده كأنه كلب. شايفين هنا يا جماعه بدا ان هو يدافع اهو. شايفين؟ قرب، هاتوا سكه، ايوه كده.
مسكه مسعود السلسله بتوصل للكلب رساله ان مش حد يمسك سلسلتك، لان حتى اللي هيلمس السلسله بتاعتك يبقى بيغدر بيك. ولازم الدخله على الكلب تكون دخله عاديه جدا طبيعيه، ما تحسسش الكلب ان انت جاي تحاربه. الكلب طبعا بياخد الموضوع بثقه ومحبه، وبعد كده يفوجئ ان في غدر. مره على مره بيبدا الكلب يتعود ان ما يامنش ولا يثق في حد. الكمامه لمستها، ما تخليش الكمامه تلمسك تاني. ممنوع الكمامه تلمسك. شايفين هنا يا جماعه بدا تفاعل الكلب يبان، ومع التكرار بيوصل الكلب لمرحله ان ممنوع حد يلمسه. هاتوا سكه بالراحه. ايوه كده. طبطب عليه. ايوه جدع. لازم يا جماعه الكلب يفقد الثقه في كل شخص بيتعامل معاه، وده بيكون لغرض الحراسه. نركز تاني عشان في ناس ممكن تخش تقول لك انت بتحاربوا الكلاب ليه وبتشرسوها ليه؟ في ناس جايبه كلاب يا جماعه مش جايباها تبقى كيوت في البيت، جايباها لغرض الحراسه. يبدا هنا يقلب وشه اهو. شايفين بدا ما فيش ثقه، خلاص ما فيش ثقه. شايفين تمام، بدا يبقى ما فيش ثقه. شايفين بالراحه. هاتوا سكه. كلبك اكنه كلبك. شوفوا بياخد وضع الهجوم يا جماعه، وضع الاستعداد. شايفين بيرفع وشه لفوق. لازم الكلب يعرف ان اي حته في جسمه مكشوفه ما بيدافعش عنها تكون معرضه لاي حاجه وحشه. شايفين هنا بيبدا يهدد اهو. شايفين هنا بيبدا اهو يدافع. شايفين هنا يا جماعه بدا يعمل ايه الكلب؟ ركزوا معانا. شايفين لمسك يا باشا، اطلع بره. لمسك يا باشا. لازم توصل للكلب رساله اللي انت عملته ده صح. هنا شوفنا يا جماعه كده في اخر الحلقه اهو بدا ان هو خلاص مش واثق في حد. شايفين اهو بياخد وضعيه ان هو ممكن يعض في اي وقت. شايفين لازم تحط ايدك عليه وتعد في سرك لحد 5. انت كده بتنتش، يعني بتحارب الكلب. انا مش عايز نهيئ له ان حد بيحاربه. الحرامي لما بيخش ياخد كلب من المكان بتاعه ما بيحاربهوش، بيحسسه بالامان. فانت لازم تحسسه بالامان في مده 5 عدات. شوفوا هنا يا جماعه كده. ايوه طبطب عليه بقى. طبطب عليه بقى. جالك سكه طبطب عليه. شايفين هنا يا جماعه اهو. شايفين هنا بدأ خلاص مفيش ثقة، مش راضي يقف لحد. شايفين بدأ كده يبقى مفيش ثقة اهو. شفتوا هنا قلب وشه ازاي؟ شايفين بقه فاتح بقه ازاي يا جماعة؟ شفنا هنا خلاص محدش يقدر يحط ايده عليه. لو شلنا الكمامة هيبقى فيه عض على فكرة. بصوا مسعود بيطبطب عليه من تحت، بيحاول ان هو يفقد كل ثقته من كل الاتجاهات. يعني حتى شوفوا هنا الكلب لما نام له بيبدا ان هو ينتش عشان يعرف الكلب ان لا ما تثقش. والله لو ركزتوا معانا في الحلقه دي هتستفادوا جدا. مفيش داعي ان حد يحارب الكلب. مفيش حاجه اسمها نحارب الكلب. حارب الكلب ده ملوش اي داعي. اللي احنا بنعمله ده هو ده الصح. شفنا هنا يا جماعه بدا انه خلاص مش عايز حد يلمس جسمه. تمام الله ينور. لازم يعد لحد 5 عشان في الفتره بتاعت العد دي الكلب بيدي الثقه. يلا تاني. شفنا هنا يا جماعه
برافو. طبعا يا جماعه احنا وصلنا ل 10 دقائق فهنستكفى لحد كده. تمام، انتوا شغالين يا رجاله، احنا شغلنا ما بيوقفش، انما الفيديو عشان ما نطولش على الناس. انتظرونا في الحلقات الجايه. وده الكلب ده ركزوا كويس، اسمه ماكس، ركزوا في الاسم ده كويس وركزوا في اللي احنا بنعمله وشوفوا التغيير اللي هيحصل في الحلقات الجايه.